عشان تعرفي المربى الجميلة اللي قدامك دي اتعملت ازاي، تابعيني في الفيديو. المربى دي اتعملت من البرتقانة على بعضها، بقشرها بكل حاجة فيها، ولا قشرت البرتقانة ولا رميت منها اي حاجة. النهاردة هتعرفي السر اللي بيتعمل بيه المربى في الشركات. بدأت اخد القشر بتاع البرتقان، ده القشر اللي طالع من العصارة. انا كنت عصرة البرتقان في عصارة ومرضتش ان انا ارمي القشر بتاعه. قلت استغله في عمل المربى اللي احنا شفناها في البداية. وطبعا انا كده كده هحط عليه برتقان تاني، هقطع معاه برتقان تاني. بس انا برضو ما حبيتش ان انا ارمي كمية القشر، يعني كمية القشر اللي انت شايفينها دي هي ممكن تعمل مربى لوحدها من غير ما احط معاها برتقان جديد ولا حاجة. بس انا الفكرة انه القشر اللي طالع ده ما ترميهوش. شوفيني بقى انا هستخدمه ازاي وهعمل بيه ايه، وهنفضل مع بعض خطوة خطوة مع قدامكم واحنا شغالين في عمايل المربى. الخطوة دي بقى بدأت اخد القشر بتاعه واقطعه. هتقطعي اي حاجة، يعني بصوا يا جماعة، انت مش مطالبة تقطعيه ازاي، هتقطعي اي حتت بحيث ان انت يبقى سهل عليكي لما تيجي تبدأي تسلقيه يتسلق معاكي بسهولة. بصوا اهو 4/4 عشان بس ما تبقاش الايه القشرة كبير وانتي بتسلقي. خلاص معروف عند اللي بيتفرج على قناتي ان انا كيميائية، عارفة بعمل ايه، ومش هضيع وقتي ولا اضيع فلوس واروح اعمل مربى من حاجة انا مش هستفيد منها. كمان كانت في مقولة بتقولك يعني ايه ان المربات دي حاجة مش صحية، عشان يعني ايه بنغلي الفيتامين سي. بس فيها فايدة كبيرة وبنستفيد منها. طبعا جاي لنا عيد، هتحبي تلزقي البيتي فور، عندك التورت تعملي المربى في وسط الكيكاية وانت بتعمليها. الخطوة بقى دي خلاص كده يا جماعة، انا قطعت بقية حاجاتي زي ما انتوا شايفين كده. قطعت بقية البرتقال بتاعي، وانا من الاول قايلين هو مغسول ونضيف ومتشال، سواء اني انا شايلاه في التلاجة، بس ما تشيلهوش كتير في التلاجة. نصيحة مني، لما تحبي ان انت تعملي اي حاجة بقشر برتقال هتستخدميه للاكل، خدوا بالكم يا جماعة للاكل، لكن لو عايزة تسيبيه يعني للتنظيف مش مشكلة، خليه في التلاجة. دلوقتي احنا عملناه، خلصت الكمية كلها اللي انا قطعتها زي ما احنا قلنا. وهأكد عليكم مرة تانية، بصوا يا جماعة اهو، ده القشرة اللي طالعة من العصير، مش برتقانة على بعضها. انا هنا كنت شايلة دول ويعني ما خليتهمش كتير في التلاجة لان كنت عاملاهم قريب، انا عاملاهم اول امبارح. انما هنا بالنسبة للحبة اللي هم في الفريزر دول كنت عاملاهم قبل كده، فبصراحة كانوا يعني شلتهم في الفريزر عشان ما يخسروش. طيب اول حاجه هعملها ايه بقى؟ طبعا انت بتبقي عارفه انت جايبه برتقان قد ايه، مثلا 2 كيلو 3 كيلو، انت عارفه القشر مثلا ده انت عارفه ان هو بتاع 3 كيلو او 2 كيلو، بتبقي مقدره كميه السكر. المفروض يا جماعه ان كل كيلو برتقان نص كيلو سكر، كل كيلو نص كيلو سكر. طب هتقولي لي انا هعمل ايه؟ قبل ما تعملي اي حاجه تاخدي القشر ده، كلنا دلوقتي بقى عندنا موازين في قلب البيوت، هتوزني وتعرفي الكميه قد ايه. انا هنزل عليهم بقى دلوقتي بالسكر بتاعي، تمام، وهقلب. انا هنزل يعني كميه منه، يعني انا معيره عارفه ان كميه السكر كلها دي هتقضي، هنزل بكميه منه مش هنزل بيه كله، وهخلي برده بقيه المعيار. طيب انا هعمل هنا ايه؟ بص، تقليبه السكر على القشر بالمنظر ده وتركيني، هي دي اول خطوه بتنفعنا. بصوا كده بقى واحنا شغالين مع بعض هتبدأي تعرفي تكات كده وهتشوفي اسرار انا ما قلتهاش في اول الفيديو. وانا بعمل المربى هتشوفي اسرار وهتشوفي حاجات، هتشوفي اضافات انا ما قلتش عليها في اول الفيديو، هخليها لك وانا شغاله هتتفاجئي بيها، وهتشوفي انا عملت المربى الجميله ازاي. فانا ما قدرتش اقول لك في اول الفيديو ان احنا نعمل ايه، هخلي الاسرار وهخلي التكات دي في نص الفيديو هتشوفيها. خليكم معايا، ولو انت لحد دلوقتي اعجبت بالفيديو اوعى تنساني في اللايك و تنسانيش في الاشتراك في القناه.
خلاص دلوقتي احنا خلاص كده هنركن الخطوه بتاعتنا دي ان شاء الله. تركنيها مثلا انت عملتيها الصبح اهو النهارده وانت فاضيه الصبح، تعالي بقى على بالليل شوفي المنظر هيبقى ايه، وابدأي حطي على البوتاجاز. عملتيها بالليل سيبيها بقى غطيها للصبح وابدأي ايه تعملي شغلك عليها. خلاص يا جماعه كده، يبقى دي خطوه مهمه جدا هنبتدي ايه نعمل. هغطي بقى الحله بتاعتي. الغطا ده جميل بصراحه، من ساعه ما زمايلي جابوهولي في الشغل وانا معجبه بيه جدا. هنبتدي نشيل الحله دي كده وهي متغطيه بالسلك، ونبقى نعملها في وقت اخر. وهكمل بقى انا الشغل بتاع الايه القشر. يلا بقى بينا نشوف الخطوه اللي وراها. بصوا بقى كده حبايبي، النهارده انا حبيت ايه بعد ما فات مده كده صغيره، وما فاتش طبعا المده كلها اللي انا قايله لكم عليها. هبتدي اقول على السر بقى دلوقتي بدري كده بدري. انا هنا بفضل لما بعمل المربى سواء كانت بقى من القشر او من البرتقانه، انا حبيت بحط كميه من الجزر. انا كنت حاطه كميه وهنزل ببقيه الايه الجزر كده. وبرده يعني مازال السكر اللي احنا قلبناه مع القشر موجود. بصوا انا هقرب لك هنا كده، بصوا بدأ يحصل ايه. شايفه الصوص اللي بدأ ينزل ده، وطبعا احنا لسه ما سيبناهاش المده اللي قلنا عليها. السكر اللي احنا حطيناه وقلبنا، بصوا ولا في ميه ولا حاجه احنا حطيناه. اللي انت شايفاه ده كده المنظر اللي انت شايفاه ده علشان تأثير السكر زي ما انا قلت على الايه على البرتقال اللي احنا قطعناه والقشر اللي احنا قطعناه. برضو انا هنا بحب احط الجزر، مش موضوع لون لا طبعا، علشان يديكي قيمة اكتر غذائية. يديكي قيمة اكتر غذائية الجزر، وبيدي الطعم برضو بيبقى جميل قوي قوي مع طعمه في البرتقال، او مثلا لو انت تعمل يوستفندي. بصوا حبايبي انا خلاص كده سبته زي ما قلنا. انا بصراحة كنت عاملاه يعني بالليل وسبته بقى لحد الصبح قبل ما اعمل اي حاجة. بصوا شايفين كمية الصوص بقت قد ايه؟ يعني دلوقتي هي الحلة فيها كتير اهو ما شاء الله. بصوا ادي الفايدة اللي انا حبيت ان انا اركز لكم عليها كده. لما اجي احط ايه تبدأي تحطي السكر وتسيبيه على الحاجة. دلوقتي خلاص انا هبتدي بقى ايه هنزل عليه بشوية مية كمان علشان طبعا ياخد يستوي براحته. يعني ممكن انزل عليه مثلا بكوبايتين كده، كوبايتين الا يعني في الحدود دي، عشان ادي يعني ادي فرصة ان هو ايه يتسلق بقى. خلاص عليه بقى ايه هولع عليه النار. طبعا انت متاح ليكي لو عايزة تزودي سكر هتزودي، هيبان وانت بتسلقي هنا هيبتدي يبان لك الامر اذا كنت محتاجة سكر تاني ولا لا. زي ما احنا قلنا هتحطي على كل كيلو نص كيلو سكر. عايزاه مسكرة شوية هتزودي عليه شوية. بصوا حبايبي بدأ يغلي زي ما انتوا شايفين كده. انا هسيبه يغلي غلوة صغيرة تمام. وبعد كده طبعا هعرف بقى هاجي هنا هلاقي ايه، ابص كده على الجزرايه انا هعرف ان هي ايه استوت تمام اهو. انا هسيبه بس يغلي كده يعني غلوة صغيرة، وبعد كده اقفل عليه وابتدي اروح بقى ايه اعمله في الخلاط. بدأت اعمل بقى الكمية بتاعتي كلها في الخلاط بعد طبعا ما سبتها تبرد. وخدي بالك ان انت تعمليه خشن، تخليهوش ناعم زي ما بتعملي عصير، علشان الخشن ده هو اللي هيدي القوام الجميل للمربى زي ما هتشوفيه معانا بعد كده. لما اخلص بقى الكمية بتاعتي كلها واجيلك. بدأت بقى في الخطوة دي، نقلت المربى بتاعتي في حلة مناسبة، وابتدي بقى على نار هادية متعليش النار. وزي ما انت شايفة كده ابدأي قلبي حاجتك، وبالمرة تظبطي سكرك من دلوقتي علشان ما نرجعش بعد كده نقول ان السكر مش مظبوط. حتى لو انت حاطة سكرك مظبوط بالاوزان وكل حاجة، تيجي تشوفي السكر في المرحلة دي
القوام بتاعك بيبقى جميل. وطبعا خدي بالك لما انا عملت ما خشنتهاش قوي في الخلاط، باينه كويسه قوي قوي في القوام بتاع المربى. وبعد كده زي ما قلت هنوطي عليها النار، ونبتدي بقى ندخل في مراحل بتاعه ايه تسويه المربى زي ما هتشوفيها معايا بالخطوات. هبتدي انزل الليمون، وبرده زي ما قلت ممكن ان انتي تحطي قشر الليمون، وهسيبهم بقى يغلوا. ماشي، هتابع على اهدى نار، اروح واجي عليها. زي ما قلنا اوعي تستعجلي ان انتي تعملي ايه المربى. دايما انا نصيحتي انك ما تستعجليش في اعمال المربى. استمر بقى معاكم، احنا يا دوبك واصلين للمرحله اللي قبل الاخيره. بصوا كده معايا، برضو قلنا نزلنا على نار هاديه وافضل اقلب. ملاحظين معايا ان القوام بدأ يتقل. بصوا يا جماعه القوام بدأ يتقل ازاي، مفيش بقى ولا ميه ولا صوص ولا اي حاجه، بدأ خلاص يختفي ويتبخر، بدأت تخش في النضج. كده احنا خلاص المربى بتاعتنا خلصت، وزي ما انتم شايفين كده القوام زي الفل. هناخد بقى جزء كده ونحطه على طبق عشان نشوف النضج بتاعها. اول لما تلاقيها جمدت، مش جمدت يعني ما تبقاش فيها مش سايله ولا حاجه، يبقى كده المربى بتاعتك خلاص خلصت وتمام، وعلى انك تحطيها في البرطمانات خلاص. خلصت كده بقى المربى بتاعتي الحمد لله. وانا كنت مجهزه البرطمانات بتاعتي غسلاها ومنشفاها فوق البوتاجاز، وابتدي بقى احط المربى في البرطمانات زي ما تطلع عندي. وزي ما انت شفتي الخطوات كده معايا خطوه بخطوه، وفرتي وعملت حاجه مفيده، حاجه نظيفه كمان في البيت بدل ما تشتريها من بره. بعبي بقى انا البرطمانات كلها قدامك كده، وبعد ما اخلص هوريكي قضتني كام برطمان طلعوا من الكميه اللي احنا عملناهم. دي يا ريت يكون يا جماعه بقدم حاجه مفيده، وبنستفيد فعلا من الفيديوهات اللي انا بقدمها لكم، ويا ريت يكون بتقتنعوا باللي انا بعمله لكم. انا عايزاكم تجربوا، وبعد كده ما تجربوا اسالوني. يعني انا حبيت جدا واتبسطت قوي لما في ناس بتسالني عن الفيديو الخاص اللي انا كنت عاملاه في الاسترتش وشايلاه. يعني ممكن تشيليه شهرين 3 في الاسترتش. وبصراحه هو فيديو جميل جدا، والناس بتقعد تسالني طب احط ايه، طب اغسله ما اغسلوش. لا طبعا انا برد عليهم في التعليقات، بس انا هنا اهو من الفيديو ده بقول ما تغسليهوش انت. احنا المفروض ان احنا عايزين يتحط يبقى ناشف ما فيهوش اي رطوبه. ويا ريت بقى في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يكون عجبكم وانا اللي رضاكم، وان شاء الله اوعدكم بقى في لقاءات اخرى وفيديوهات اخرى، ووعد مني بفوائد، يعني بفيديوهات لها فايده. ومش هتاخر تاني ان شاء الله. باي باي يا جماعه، والى اللقاء في فيديو اخر. مع السلامه.